في الحالات دي في طرق طبيعية نقدر نكبر بيها البطانة. هو الموضوع مش لازم يشتغل بالطريقة التقليدية. احنا عندنا 5 بروتوكولات لتحضير بطانة الرحم المهاجرة، نص الدكاترة او اكتر بيستخدموا بروتوكول واحد، وبالتالي في بروتوكولات تانية كتير باستخدام مجموعة من الادوية البسيطة جدا والمتوفرة عندنا في كل حتة، بس بشرط نبقى فاهمين احنا بنستخدم هذه الادوية ازاي. رقم 2، في حاجة اسمها تنشيط بطانة الرحم. زي ما في تنشيط للتبويض في تنشيط لبطانة الرحم. دي بتبقى حقن لبعض المواد اللي موجودة واللي ممكن تكون من ضمنها مثلا البي ار بي او البلازما جوه تجويف الرحم، وده يختلف عن البلازما اللي بتتحقن في المبايض. وانتوا عارفين ان انا ضد بلازمة المبيض، ولكن انا مع تماما استخدام البلازما في تجويف الرحم في حالات بطانة الرحم الضعيفة. خلاصة الكلام ان مش كل الحالات اللي البطانة بتاعتها ضعيفة تفقد الامل. في حلول تبدو ان هي صعبة ولكنها بسيطة جدا، بس فعلا بتحاول وبتصلح المشاكل اللي موجودة.